شوط في حماس واندفاع بين الفريقين يا احمد، ولكن في اخطاء كبيره جدا من مدافعي النادي الاهلي في بدايه المباراه تحديدا. ثم انا هتكلم على اللقطه المحوريه في الشوط الاول بالنسبه لي، ضربه الجزاء. يعني النادي الاهلي بيتعوض نادي الجيش الملكي بسبب ضربه الجزاء اللي حصلت. بيتعوض الجيش الملكي عن الظلم اللي حصل له في المباراه اللي فاتت قدام النادي الاهلي. ضربه جزاء اولا من خيال الحكم. اللاعب بص ايد ديانج فين يا احمد؟ يعني لا تكاد تكون ملتصقه في جسمه، لا بس مش موسع جسمه. بس لمست ايد ديانج احمد. لا ايوه لمست ايده، بس ايده فين؟ ايده فين؟ دراعه فين؟ لا هي ما كانتش ثابته في الاول. دراعه فين؟ هو دراعه جنب جسمه، ما كانش ثابت، دراعه جنب جسمه. اوكي بس اولا خبطت في دراع. القانون بيقول ان لو ايده متوسعه او بره مكانها الطبيعي في الحاله دي بتتحسب ضربه جزاء. لكن التصويبه هنا الفضيحه الثانيه انا يعني الفضيحه دي اقل كلمه تتقال على الحكم بصراحه. موقف انما انا زي ما بقول لك الاساس هو تعويض نادي الجيش عن اللي حصل له المباراه اللي فاتت. المباراه قلت لك هتبقى صعبه على النادي الاهلي. هنا بص اللاعب وهو بيسدد كام لاعب داخل منطقه الجزاء؟ لا كل لعيبه الاهلي لو حصل ان الكوره اتصدت او ضاعت لابد ان هي تتعاد يا احمد. دخلت جول يعني. هو عدم وجود الفار بس. شوف اللي جاب اللي سجل الهدف ماليش علاقه باللي سجل يا عزيز، ماليش علاقه ماليش علاقه بالقانون. بيقول لو حد دخل منطقه الجزاء الهدف يلغى. فريقين دخلوا منطقه الجزاء. مين دخل الاول في المنطقه؟ لاعبي الفريقين. كل الفريق الاول دخل منطقه الجزاء. لعبت الفريقين. بص يا احمد انا خلينا في الحاله الاولى. ما تحسبش ضربه جزاء ابدا. فضيحه يعني اقل ما يقال ان هي فضيحه. ولو الحكم خد قرار سنعود لهذه اللقطه طبعا. لو الحكم خد قرار مش مستحيل هيعيد. اذا مشاهدينا طبعا تقدم لفريق احمد. ما تحاولش ان انت تعمل حيادي يا احمد. انت ما تحاولش تعمل حيادي، انت معلق. طيب. انت المفروض انت مقدم، ما تحاولش تعمل حيادي وتروح ناحيه الجانب الاخر عشان ما يتقالش ان انت مصري. اذا كابتن وائل يعني طبعا التقدم لفريق الجيش الملكي بدون مقابل. نتواصل مشاهدينا حول هذه المباراه ولكن بعد فاصل قصير. نعود من جديد مشاهدينا. وتقدم مستحق لفريق الجيش الملكي بهدف دون مقابل من ضربه جزاء بعد ان اضاع العديد من الفرص. كما اعطينا وائل جمعه حقه في الحديث عن ضربه الجزاء، نعطي عزيز بن نيش الحق في ايضا الحديث عن ضربه جزاء الجيش. ضربه جزاء واقعيه وحقيقيه ولا غبار عليها. لان لماذا؟ لان هنوقف اولا. شوف كم لاعب من الاهلي داخل، حتى هو كل لاعبين الاهلي حتى هم دخلوا، ولكن شوف اللاعب اللي سجل الهدف هو الاخير اللي دخل المنطقه. داخل المنطقه يا عزيز. حتى لاعبين الاهلي دخلوا كل داخل. الفريقين دخلوا ولكن حتى في ضربه الجزاء انا بالنسبه لي هدف شرعي. ولكن في لقطه ضربه الجزاء انا ممكن تعيد لقطه ضربه الجزاء. ستعاد لمسه يد طبعا في يد اللاعب طبعا اليو ديانج. والتصويبه قويه. وقف هنا بس. وقف هنا. شوف الفرق ما بين ديانج واللاعبين الاخرين كلهم يديهم وراهم. طب هو عزيز هو بايده كده اعاق الكره ان تروح للمرمى، ولذلك فهي ضربه جزاء. ممكن اعلق بقى على كلام عزيز بغض النظر عن معلش يا احمد. انت كلاعب كوره، بس انت كلاعب كوره واحد بيشوط الكره قدامك، انت واقف ايدك في الجنب. كيف يتعامل تربه